عارفين إن الملاك جبرائيل كان رايح يوصل رسالة من ربنا، لكن الشيطان مسكه في السكة وحبسه؟ زمان وتحديداً في زمن دانيال النبي، أمر الله الملاك جبرائيل إنه يروح لدانيال عشان يبلغه برسالة معينة، وفعلاً اتحرك الملاك جبرائيل عشان ينفذ أمر الله ويروح لدانيال. وكان وقتها شعب إسرائيل خطاياه كترت قوي، والشيطان كان مسيطر عليهم بالكامل. وأثناء ما الملاك جبرائيل في طريقه عشان يروح لدانيال، فجأة طلع عليه الشيطان، واللي الكتاب المقدس قال عليه رئيس مملكة فارس، وفضل واقف قصاده ومنعه إنه يعدي. وفضل الشيطان ماسك الملاك جبرائيل 21 يوم، وساعتها ما كانش الملاك جبرائيل عارف يعمل إيه ولا يتصرف إزاي. وهنا اتدخل الملاك ميخائيل ونزل عشان يخلص الملاك جبرائيل من إيد الشيطان، ووقف بنفسه قدام رئيس مملكة فارس وكل جيوشه اللي هو الشيطان، وفك أسر الملاك جبرائيل. وبعدها اتحرك الملاك جبرائيل عشان يكمل مهمته اللي أمر الله بيها ويبلغ دانيال برسالته. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب اديني قلب مؤمن زي دانيال، قلب ما يخافش وما يزهقش من الانتظار. خليني افتكر دايما انك سامعني حتى لو الصوت اتأخر، وابعت لي ملايكتك يا رب تحارب عني وقت ضعفي وتفتح قدامي السكة زي ما فتحتها لجبرائيل. خليني أشوف نورك جوه ظلمة أيامي، وأعيش دايما في سلامك لحد ما أوصل لحضنك وأسمع صوتك بيقول: ما تخافش، ها أنا معاك كل الأيام ولي انقضاء الدهر. آمين.